هيحصل في ماتش الزمالك والأهلي كمان ساعة هيكون حاجة غير متوقعة ومش معتادة خلال السنين اللي فاتت. الزمالك هيفتح على الرابع وهيغلب الأهلي 4-0، وكمان عبد الله السعيد هيجيب هاتريك وكمان هيحتفل ضد الجماهير الأهلاوية ويطلع عليهم لسانهم. ما ده مش كلامنا، ده كلام العرافة اللي كشفت مفاجآت كبيرة قوي عن مباراة القمة. تعالوا نشوف ايه الحكاية. البداية مع العرافة اللي قالت ان الزمالك هيكسب الاهلي النهارده وفي مباراة القمة، وان اخيرا الزمالك هيكسر العقدة بتاعته قدام الاهلي ويكسب بسكور ما حصلش من فترة كبيرة قوي. ومن بعد الماتش اللي هيحصل كمان ساعة هتبدأ حقبة جديدة هيكون فيها الزمالك هو اللي مسيطر على كل الماتشات الخاصة بالقمة. والبداية هتبقى النهاردة، واللي هيشهد لأول مرة تسجيل الزمالك 4 أهداف قدام الأهلي، حاجة ما تتكررش كتير من جانب الزمالك، وآخر مرة حصلت كانت في 2001. ده غير تألق لعيبة كبيرة وكتير من فريق الزمالك وعلى رأسهم عبد الله السعيد اللي هيرد على كل انتقادات جمهور الأهلي، وهيسجل في مصطفى شوبير ثنائية ويحتفل قدام جمهور الأهلي بشعار القوس والسهم، ويبقى ماتش رد الاعتبار لكل اللي حصل له الفترة اللي فاتت علشان يثبت للجميع ان الصفقة الافضل في اخر 10 سنين ما بين الاهلي والزمالك، وهو هيكون الصفقة الرابحة. وكمان العرافة كملت وقالت ان في الماتش ده هيكون في تألق معظم الصفقات الجديدة وخصوصا اللي جاية من الاهلي. يعني هنشوف كمان مساهمات من ناصر ماهر واحمد حمدي، وده هيقابلوا اداء متدني جدا للعيبة كتير من النادي الاهلي اللي هيفقدوا السيطرة على اعصابهم خلال ماتش القمة. بل وكمان في لعيبة هتدعي الاصابة لانها هتبقى خايفة قوي من طوفان الزمالك، وهتحصل مشاكل مستقبلية ما بينهم وما بين مارسيل كولر مدرب الأهلي، وهتتحل طبعا أزمة كبيرة في الزمالك. وده النادي الأهلي كمان هيواجهوا هروب لاعبته من ماتش القمة وإنهم مش قد مسؤولية الماتشات الكبيرة قدام الزمالك. وأكيد في حفلة الإجوال دي مش هيتنسي دور زيزو اللي بيقولوا هيجيب اكتر من 3 اجوال من الاربعة وهيبقى من نجوم الماتش، ومفيش عرضات تاني في الماتش اللي هيبقى كمان ساعة. يعني الكرة اللي هتتشال هتخش جون من غير ما تخبط في العارضة او حتى في القائمين. واخيرا جوزيه جوميز هياخد الثقة من جمهور الزمالك وكمان مجلس ادارته بعد ما يكتسح فريق الاهلي اداء ونتيجة، وكمان يتفوق تفوق كبير جدا على مارسيل كولر في ماتش القمة للمرة التانية على التوالي. والكل هيبدأ كمان يقول ان خلاص المدرب البرتغالي جوزيه جوميز هيقدر يكمل مشواره مع الزمالك بشكل طبيعي من غير بقى ضغوطات خارجية. بل وكمان الثقة اللي هياخدها من بعد مباراة القمة هيبقى المرشح الأول للفوز ببطولة الدوري المصري والكونفدرالية الأفريقية علشان يبدأ عصر جديد للزمالك بقيادة جوزيه جوميز اللي هيرجع فريق الزمالك لمنصات التتويج في أكتر من بطولة في آخر الموسم، وكمان هيجدد العقد بتاعه لسنين كتير المواسم اللي جاية، وهياخد بطولات كتيرة قوي وهيتنافس عليها السنة اللي جاية. طبعا مجلس الإدارة كمان هيلبي كل رغباته، وأكيد هيكون ده في مصلحة الفريق إنه يرجع يسيطر على القارة الأفريقية ويرجع أمجاد زمان ويكسر عقدة بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي جاي. ده غير تأهله لبطولة السوبر ليج الإفريقي وسط كبار القارة الأفريقية. وده هينعكس على مجلس إدارة النادي اللي لازم ساعتها يتعاد انتخابه لدورة رئاسية تانية والاستقرار الكبير اللي هيشهده نادي الزمالك. دي كانت توقعات العرافة. طب ايه هي توقعاتكم قبل مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك؟ هيحصل في ماتش الزمالك والأهلي كمان ساعة هيكون